كيفاش هي غدير ممارسه جنسيه وهي عندها العاده الشهريه؟ مستحيل. غيتا عصفور تسمو على هذه التصرفات. ونحن نشكر النيابه العامه على القرار الذي اتخذته. هو قرار صائب، بحيث انه تم حفظ المسطره لانعدام وسائل الاثبات. كاين فرق، حفظ المسطره انعدام وسائل الاثبات. علاش؟ اولا لا يخفى عليكم ان الجرائم المتعلقه بالعرض والشرف، المشرع المغربي كان حريصا دائما في القانون الجنائي انه كيضمن مجموعه من الافعال التي يعاقب عليها القانون، وفي نفس الوقت يتضمن جزاءات. ولكن اثبات المسطره، اثبات هناك قانون الجنائي، قانون المسطره الجنائيه او قانون الشرفاء. هذا القانون اللي تاجه هو الاكليل الذي يرسع راس قانون المسطره الجنائيه وقرينه البراءه، لا بريزومبسيون دو لينوسونس. الشك يفسر لصالح المتهم، لو دوت سيكسبليك اون فافور دو لاكوزي. مزيان. الجرائم المتعلقه بالعرض والشرف كالخيانه الزوجيه او الفساد، المشرع المغربي ما انتظرش حتى تمشي لقانون المسطره الجنائي الماده 286، لا، ولكن لحساسيتها افرد لها وسائل اثبات خاصه في 493. اي ناحيه استاذ؟ اي ناحيه؟ ثلاثه الحوايج، وهذه على سبيل الحصر. اولا حال التلبس، ضابط شرطه قضائيه محضر رسمي يحل ضابط شرطه قضائي في حاله التلبس. حاله التلبس في الخيانه الزوجيه واضحه وضوح الشمس، لا داعي باش نناقشوها. وضعت المحكمة زوال يوم السبت حداً للجدل الذي شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بعدما قررت إخلاء سبيل الممثلة والمؤثرة غيث عصفور وصديقتها، مع اتخاذ قرار حفظ القضية التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت غيث عصفور قد أوقفت يوم الأربعاء الماضي بحي عين سبع بالدار البيضاء على خلفية شكاية تقدمت بها زوجة رجل كان برفقتها تتهمها فيها بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية. مصادر قريبة من الممثلة أوضحت أن الأمر لم يتجاوز دعوى لتناول عشاء الهدف منه التفاوض حول شراكة عمل كولابوراسيون، مؤكدة أن عصفور لم تكن على علم بالحالة العائلية للرجل، وأن اللقاء كان ذات طابع رسمي قبل أن ينتهي في الشقة التي شهدت المداهمة الأمنية. التحقيقات التي باشرها الأمن والقضاء انتهت إلى حفظ الملف وإطلاق سراح المعنيتين، ليطوى بذلك فصل من فصول قضية تحولت بسرعة إلى مادة دسمة للنقاش والتشهير. وخلال فترة توقيفها عرفت القضية موجة تضامن واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث طالب كثيرون باحترام الحياة الخاصة للفنانة ورفض تحويلها إلى هدف للتشهير، معتبرين أن الواقعة كشفت هشاشة العلاقة بين الحياة الشخصية للأفراد والفضاء العام في زمن الإعلام الرقمي. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.